عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنوريكم دلوقتي المكنة دي لسه معمرة، لسه متقفلة اهيت. تمام. أهم حاجة إن أنت بعد ما بتدور أهم حاجة إن أنت ما بتقفل موتورك وتمام التمام بتخلص. في ناس كتير بتبقى قافلة الغطيان التكيهات زي كده مثلا، يعني بتخلص وتروح مربطة الغطيان زي كده مثلا وتمام، وتدور وتظبط هواها وتتكل على الله وتمشي. تمام. لا، أهم حاجة إن أنت بعد ما بتدور أو تخلص وتقفل وتدور مكانتك لازم تتأكد إن الزيت بيطلع هنا قبل ما تمشي من عند الصنايعي بتاعك. يحل لك الطبه الورانيه بتاعتك اللي هي طبه غطا التكيهات دي. لو بصيت من جوه كده تلاقيها فاضيه خالص، مفيش فيها زيت خالص اهو. تمام. ولازم تدور وتسيب الطبه دي مفتوحه لحد ما الزيت تشوف الزيت بعينيك الاثنين هنا، لان الزيت لو ما طلعش هنا بيعمل عمليه سخونيه للمكنه، تخلي الراس اللي فوق تسخن والمكنه تسخن، تمسك حراره جامده. تمام. تبوظ عمود الكامه، تبوظ الشواكيش، تقل بسحب المكنه، تبهدل لك الدنيا خالص. تمام. وتاكل العمره بتاعتك على طول. فعشان تحافظ على عمرتك وتتاكد ان انت تمام قبل ما تتحرك من عند الصنايعي بتاعك، لازم تظبط مكانتك، تتاكد ان الزيت بيطلع زي ما هوريك دلوقتي بالظبط. بص هنا كده، احنا لسه هندور، مفيش حاجه خالص اهي. تمام. دور يا حبيبي. ركز هنا معايا، هتبص تلاقي الزيت هنا هيطلع معاك واحده بواحده. تمام. طبعا احنا حاطين الزيت والمكنه كلها فاضيه من جوه مغسوله، وتصبر عليها لحد ما الزيت بيغذي فوق. ركز معايا، تلاقي الزيت بدا يطرطش اهو. اهو. تمام كده. اهو. وبعد كده بتربط الطبه بتاعتك تاني كده، تتاكدت ان الزيت شغال عندك فوق. تمام. ونظبط الهواء بتاعها تاني اهوت، ونوطيها سنه برضه عشان خاطر ما بتبقاش عاليه. ماشي. طبعا احنا بنعمل الكلام ده عشان نوعي الناس او نوعي صحابات المكن او صحابات التكاتك، ان يبقى عنده خلفيه وعنده وعي. يعني ايه زيت، ويعني ايه الزيت بيرفع فوق، يعني ايه سخونيه المكنه، يعني ايه مثلا اللي بيبوظ عمود الكامه، قله السحب، الكلام ده كله. فاحنا بنوريك عشان تبقى انت ماشي من عند الصناعه بتاعك عندك خلفيه، عندك الكلام ده كله، المكنه دايره اهي. تمام. طبعا احنا لسه هنظبط هواء تاني اكتر من كده، والموتور ده طبعا بيتغسل بعد ما بنخلص. الغرض من الفيديو دوت اللي انا عملته عشان في ناس كتير طيبه، وفي ناس كتير يعني على قدها شويه، ناس محترمه ما بتعرفش يعني ايه زيت، ما بتعرفش يعني ايه رفع زيت والكلام ده كله. عشان احنا اتكلمنا قبل كده على فلتر الزيت، وقلنا فلتر الزيت ومشاكل ان هو بيأثر على الزيت بتاع المكنه والكلام ده كله. تمام. فلو فلتر الزيت عندك اللي انا عملت عليه فيديو قبل كده مكتوم ووسخ زي ما انا وريتك الفلاتر اللي قبل كده، ما بيخليش الزيت يطلع عندك فوق هنا. فانا الفيديو ده كان الغرض منه ان ازاي او قبل ما تتحرك من مكانك ومن مركز الصيانه بتاعك اتاكد ان زيتك فوق تمام، بالذات بعد العمره بتاعتك. استنونا الفيديو الجاي ان شاء الله مع يسرا ابو طبيخ، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.